صفر يا جماعة، عاملين يا رب تكونوا بخير. جاي لكم بحلقة جديدة من تحليل الماتشات اللي بقالنا كتير قوي ما عملناش، ولكن لو انت مش متابعنا فهتبقى عارف ان احنا بقالنا كتير ما عملناش، ولكن احنا بننزلها على هيئة شورتس. ولو انت لسه مش عارف فاحب اعرفك ان احنا عملنا بودكاست اسمه قعدة صحاب، مكون من 8 حلقات اسبوعية. هيبتدي يوم السبت القادم يوم 20 سبتمبر، هينزل الساعة 4 كل يوم سبت. 8 حلقات يخلصوا من هنا، ممكن ناخد اسبوع راحة ولا حاجة، ننزل لكم بحلقة التحدي اللي هتبقى فيها تغيرات كبيرة، وهنطلع نقول كل حاجة. معاكم شادي اشرف في كورة في شوية. تعالوا نتكلم النهاردة عن تحليل ماتش مانشستر يونايتد مانشستر سيتي، ونتكلم ايضا عن ماتش الاهلي وانبي. تعالوا الاول نخش في اول ماتش معانا، وهو مانشستر سيتي مانشستر يونايتد. اللي بدأنا الماتش والله مانشستر شكله كويس، مانشستر يونايتد، لان انا مانشستر يونايتد لو انت بتعرفش. فمانشستر والله شكلها حلو، شكلها كويس. السيتي كانت بادئه هي كويسه، ولكن تحس ان مانشستر عارفه تمسك كوره اكتر وعارفه تعمل اي حاجه. جه الجون الاول كل حاجه انهارت في لعيبه مانشستر يونايتد، اللي دايما بنتكلم على الحته دي ان هي موجوده في لعيبه مانشستر يونايتد. الجون الواحد بس يخش فيهم كل حاجه تبوظ، وده اللي شفته، ان بتلبس الجون التاني وبتلبس الجون التالت، وبعد كده خلاص عادي جدا الماتش ده كان يخلص 6-7 عادي. لما ستر ربنا كرة هالاند اللي في العارضة، كرة ريندرز اللي ما تعرفش ضاعت ازاي، غير كور تانية كان بيصدها بايندير كده يلاقي الكرة في ايده وبس، والماتش خلص و3-0. ولكن انا في حته عايز اتوقف عندها، ان يا جماعه هو اموريم برضو احنا كجمهور مانشستر يونايتد احنا واثقين فيه. ولما قعدت مع نفسي شويه، طب هو ليه المدرب ده احنا واثقين فيه؟ يعني اشمعنى ده اللي دون عن كل المدربين اللي جم احنا واثقين فيه بكل الثقه دي؟ انا كواحد من جماهير مانشستر انا عمال بخسر وبقدم مستوى زي الزفت، ولكن انا عايزه يكمل. ليه؟ مش عارف. بس انا حاسه ان هو ما عندوش لعيبه يا جماعه. يمكن هو اللي انا معاك ان هو برضو تخلى عن كل اللعيبه. مش طبيعي ان انت تتخلى عن راشفورد وانتوني وسانشو ومالاسيا ومش عارف مين واونانا وماكتوميناي و ناس كتيره جدا وما تدعمش بيهم. وحتى تدعيماتك انت دعمت، هنقول لو تدعيمات فهم 3: سيسكو، امبويمو، كونيا. انا شايف ان 3 هم بسعر غالي قوي، وغير كده انت جايب 3 ممكن تبقى مش محتاج لواحد زي امبويمو او واحد زي كونيا. ليه؟ لان انت بتشوف خلاص ان انت بتلعب الاثنين في مراكز الام اف. واحد سقط منك بشكل كبير جدا هو برونو فرانس، اللي ما كانش شغال اصلا معاك في الام اف، ولكن كان على الاقل بتحس في الملعب ان في برونو. النهارده انت ولا برونو موجود في اي حاجه، ولا ككابتن ولا كلاعب في ارض الملعب بيعمل ميس باس كتير جدا. فبرونو فرنانديز من اللي شايفينه لا، اداء سيء جدا جدا. امبويمو اداء سيء جدا. سيسكو ما جاش لحد دلوقتي من المانيا. ليني يورو اللي كنا بنتكلم ان هو مدافع هايل، النهارده وحش جدا في الدفاع. ديليخت اللي كان عامل موسم حلو بقى زي الزفت. وجارتي بعيد قوي. برونو سيء. ديالو مدار الشوط الاول كله كان سيء. بتتكلم في مين تاني؟ كل اللعيبه اللي كنت بتتكلم عليها ان هي لعيبه هايله جدا ومستني منهم الموسم الثاني مع الاضافات اللي انت جبتها، هي اللعيبه كلها سقطت منك. من اول حراسه المرمى لحد الهجوم كنت بتتكلم ان راسموس هويلاند ده حمار، وزيركيتزي مش عارف ماله. هل سيسكو يعني قدم المطلوب اثباته؟ لا. هل سيسكو ما لعبش كتير؟ النهارده لعب ماتش كامل، او لعب هنقول 70 دقيقه. طب هل 70 دقيقه شفت حاجه فيهم؟ لعب 70 دقيقه دلوقتي، وفي ماتش جريمينيزي ده ولا مش عارف اسمه ايه اللي في الدرجه الرابعه اللي خرجنا منه لعب 70 دقيقه. يعني هنقول يا عم لعب 130 دقيقه، ما قدمش اي حاجه. ما شفتش فريق درجه رابعه، ما شفتش ان انت بتعمل قدامه حاجه. هي الفرقه كلها كانت زباله، بس انت بتتكلم ان انا واحد جايبهولك انا مستني بقى الماتش ده وريني قدام فرقه درجه رابعه انت هتعمل ايه. ما تعملش اي حاجه. التبديلات حتى انت بتشوف ان واحد زي كوبي ماينو ما يقعدش ده على الدكه يا معلم.
واحد زي ايدن هيفن مثلا فين وعمال تلعب لوك شو بشكل كبير قوي قوي قوي. فين ايدن هيفن اللي احنا قلنا ان ده هيتبنى عليه المشروع؟ ما بقاش بتديله فرصه خالص. كوبي ماينو هكذا اللي قلنا هيتبنى عليه المشروع ما همشه تماما، في ظل ان برونو فرنانديز بيقدم مستوى يعني مش مستوى عبثي. عبثي ده كلمه حلوه على مستوى برونو فرنانديز اللي بيقدمه سيء جدا. امبويمو بيعمل لك كوره واتنين حلوين فقط لا غير. يعني تسديدته النهارده جباره وحلوه جدا وتصدي عالمي من دوناروما، بس عمل ايه تاني غير الكوره دي؟ ما عملش اي حاجه. بقيه الماتش سيء جدا جدا جدا. فلعيبه مانشستر يونايتد انا مش عارف نعمل ايه تاني بصراحه. انا جيت في وقت اللي هو طب هنعمل ايه؟ ايه اللي ممكن تاني نعمله؟ مفيش حاجه تانية نقدر نعملها. اصل انت خلاص انت دعمت بصفقات في المراكز اللي انت محتاجها، مدرب، والمفروض ان انت على الموسم اللي فات قدمنا وقلنا في الموسم الاول بعد خصوصا النهائي، وانا شخصيا قلت ده احنا هندغدغ الدنيا وهنفرتك الفراتيك ونعمل كل حاجه ومع التدعيمات. فانت بتشوف ان اللعيبه اللي كانت موجوده عندك اصلا الموسم اللي فات هي انهارت تماما منك. ده عيب في ايه؟ انا مش عارف. هل عيب في المدرب؟ عيب في عقليه اللعيبه؟ ودي اللي انا برجحها بشكل كبير. لان شوف النهارده في الماتش دخل فيك جون اول وتاني، خلاص يا باشا انت الجون التاني جه هالاند كان هيجيب فيك التالت في منت الا منت. يعني كان 3-0 وبالرابع اللي جه وزي ما بقول لك الماتش كان يخلص 7 عادي. فسيبك من ماتش مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، لان مانشستر سيتي عملت عليك جيم في الشوط الثاني. هي كانت بتلعب بذكاء قوي. خد الكوره خليها معاك ووريني انت هتعمل بيها ايه بالكوره، وانت زي الحمار ولا بتعمل اي حاجه بالكوره، عمال بس تعمل كور عاليه لمين مش عارف، باصات وهم بذكاء جدا. وبكره جوارديولا اللي احنا عارفينها الضغط الكبير على اللاعب بيقدروا يعملوا غلطات كتيره زي الجون الاول والجون الثاني اللي شفناه. الجون الثالث اللي رايح لك من نص الملعب انفراد، حراسه المرمى. ليه بايندير تاني انا معرفش والله العظيم. لو اللي كنت لعبت بتوم هيتون انا ما كنت هبقى زعلان. لك ان تتخيل ان توم هيتون دلوقتي انا بقى عندي ان هو يلعب عادي. طب هتقول لي ولا مينسن اللي انتوا جايبينه ماشي يا عم هتقل عليه، مش هقول لك حتى ان لمانسن يلعب، لا اقول لك توم هيتون يلعب هبقى فرحان اكتر من بايندير اللي يلعب. اللي لا خلاص جدا يعني خلاص شكرا ايريك تنهاج الاسلحه الفاسده اللي انت جبتها لنا، نبدا على نضيف. لان برضو انت لو جيت تشوف زي ما بقول لك بقى فرقه اموريم هي فرقه شبابيه بحت لا يوجد فيها اي خبره. تتكلم في حراسه المرمى 3 معاتيه معاك في حراسه المرمى. خط الدفاع بعيد جدا. خط الدفاع بتتكلم في ليني يورو هو اللي شايلهولك عنده 18 سنه. تتكلم ان ديليخت على حسب المزاج. لوك شو جنبهم سيء جدا، يا اما لو في ايدن هيفن جنبهم ده التالت، فده برضو صغير جدا في السن. تتكلم على الاجنحه نصير مزراوي اللي لسه راجع من العاره، دالوت اللي بعيد جدا، دورجو اللي مين دورجو ده اساسا ما كنتش تعرفه من سنه. في خط النص وجارتي ده يمكن ماشي شويه هو وبرونو كاسماء فقط. قدامهم امبويمو وديالو نص نص. ده موسيسكو برضه نص نص لانه مش متجرب في الدوري الانجليزي. فانا تمام يعني مش مستني حاجه يا جماعه من الفرقه لا يوجد فيها نجم. هتقول لي ما فيهاش نجم ازاي؟ ده فيها وفيها وفيها وفيها. اقول لك اسماء فقط، انما مين اللي يقدر يحل لي في ماتش؟ مفيش. هي دي الحته اللي انا بتكلم فيها. زمان كنت اوقات تلاقي لمحه من راشفورد، لمحه من جرينوود، لمحه من مش عارف مين، لمحه من جرناتشو، لمحه من ده، لمحه من ده، تمام. وكن اوقات الفرقه بيبقى ليها كذا نجم، ولكن انت دلوقتي لا يوجد نجم للفرقه خالص. تعال بقى نسيب مانشستر ونخش على المصيبه الثانيه وهي النادي الاهلي بعد رحيل طبعا مدربه السيء جدا 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 خوسيه ريفيرو. بيجي يمسك كابتن عماد النحاس اللي كلنا قلنا ايوه بقى وهو كابتن عماد النحاس تمام، ولكن لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. تقريبا قلتها صح تقريبا قلتها غلط، يعني لا قديم يعاد ولا جديد يذكر.
مفيش اي حاجه انا شفتها جديده في الماتش بتتعمل. مفيش فين كور كابتن النحاس اللي كانت في اواخر السنه اللي فاتت. لا انت ما عملتش اي حاجه كابتن عماد النحاس. لا يوجد اي بصمه من كابتن عماد النحاس في ماتش الاهلي وانبي. مفيش اي حاجه جديده. التبديلات هي نفس التبديلات اللي كانت بتحصل. مش شايف التاكتكس اللي كانت بتحصل، مش شايف الكوره واللعب الجميل، مش شايف اي حاجه. اداء باهت جدا 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 من النادي الاهلي. اداء من النادي الاهلي اللي برضه ما تفهمش. انت والله في لعيبه اوقات بتبقى حلوه زي محمد هاني، وفي اوقات لعيبه بتبقى سيئه جدا. تبقى لعيبه زي ايه؟ زي مين مثلا؟ محمد شريف سيء جدا. جراديشار برضو ما لحقش ياخد. امام عاشور النهارده بتبدا تديله قفشه، بتبدا تديله كابتن محمد رمضان. ما اعرفش ليش معنى ده اللي باجي عندي اقول كابتن محمد رمضان، ولكن لا مستواه قل جدا. النهارده اليو ديانج برضو تمام، ولكن لسه مش ده اليو ديانج اللي احنا عارفينه. تريزيجيه ادرينالين 1000%. اهدى اهدى، ما تخليش الواحد يتعص. اهدى اهدى، انت الباور عندك في السماء. ما تعرفش فيه، تحس ان الكرة بتجيله يلا 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 ورايا مشوار عايز اروحه. ايه واحدة واحدة، اتقل على كورتك. جاب جول تمام وحلو، اهدى لا يلا باور وجري بسرعه جدا والفرهضه كتير. واحده واحده، اهدى. طاهر محمد طاهر اللي بعيد جدا عن مستواه. كل اللعيبه النهارده زي ما بقول لك بعيده جدا عن مستواها، والماتش سيء جدا 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 للنادي الاهلي. ماتش كابتن نسيت والله مدرب انبي اسمه ايه، ولكن انبي لعبت عليك ماتش كويس جدا. شايف ان لو في الماتش ده انبي تستحق ان هي المكسب 100%. الحكم النهارده ما تقدرش ان انت تقول ان هو ظلمك ولا ظلم انبي. تمام جدا. بتتكلم ان في ضربه جزاء للنادي الاهلي، انا شايف ان هي التحام عادي جدا. زي ما ضربه الجزاء اللي عليك انا حسيتها التحام عادي. يعني في منطقه ضربه الجزاء الالتحامات اللي زي دي، لو انا مثلا حكم او في حكام تحسبها وحكام لا، معرفش. انا عشان كنت لسه مخلص بريمير ليج وجاي هنا فاقول ان هي ما بتتحسبش، مش عارف. ولكن هي فيها كلام كتير. عادي جدا الحكام تحسبوها، وعادي جدا الحكام ما تحسبهاش، سواء في الدوري المصري او في اي دوري تاني. فكابتن عماد نحاس عايزين نبدا نشوف فين التاكتكس بتاعته. برضه مش عايزين نيجي على الراجل، لان هو الراجل ملحقش لسه يعمل اي حاجه. انت بتتكلم ان كان في ناس اصلا في المنتخب الاول والمنتخب التاني وعنده غيابات كتيره جدا. طقم الدفاع ده انت لو بصيت على قائمه الماتش بس هتلاقي قائمه الدفاع هو سطر وتحتيه خط النص منشور قد كده. فانت ما عندكش برضه خط دفاع، فانت بتلعب بالشوكه والسكينه يعني واحده واحده، عشان لو حد اتصاب ما فيش حد يلعب. فبس محتاجين كابتن عماد نحاس لسه نديله وقت، والماتش اللي جاي يبان اكتر ان شاء الله. كلنا ثقه كبيره جدا 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 في كابتن عماد نحاس وكل الطاقم الفني اللي موجود. لسه مستنيين كتير، مستنيين وقت، مستنيين نديهم فرصتهم واحده واحده. لان احنا شفنا لما اديناهم فرصتهم في السنه اللي فاتت عملوا لنا اداء هايل جدا، ومكانش معاهم ربع الفريق ده. ودي حاجه برضه انا عايز اتكلم عنها، ان انت تحس ان الفرقه بتلعب يا باشا يلا احنا من باستين 3 هنجيب جول ايزي. لا، وبتشوف لما بتعلى على الكوره بتوديك في سكه بعيده جدا جدا جدا. وبنشوفه في ايه؟ بتشوفه في ماتشات الاهلي اللي فاتت دي كلها. الاهلي لما كان بتلعب على الاقل في كاس العالم انت كنت بتلعب ان انت لا انا عايز اثبت نفسي وعايز اشوف وعايز قدام لعيبه كويسه جدا. بتتكلم بقى لما جيت في الدوري المصري، وده اللي كنت بتكلم فيه واحنا بنتكلم عن كاس العالم. قلت لك ان انا هل الفرقه لما ترجع الدوري هتبقى شكلها عامل ازاي؟ ده اللي انا قلقان منه. وقلت لك بعقليه اللعيبه المصريه، فلا هيقول لك احنا فريق جامد قوي 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 وعادي جدا نكسب اي ماتش. لا مش عادي جدا تكسب اي ماتش. كل فرق الدوري المصري السنه دي حلوه جدا وكويسه جدا، وكل الفرق مريحه
وكل الفرق بتبدا تدعم بصفقات كويسه جدا. تشوف حتى نادي الزمالك عامل ميركاتو هايل جدا جدا جدا. يمكن مش لعيبه معروفه، ويمكن ما في لعيبه كتيره مش ظاهره، ولكن عندهم سكواد محترم وسكواد حلو جدا جدا جدا. مش اسماء ولكن سكواد حلو زي سكواد النادي الاهلي. ولكن اللي يفرق سكواد النادي الاهلي ان هي كلها اسماء فقط لا غير. تتكلم طاهر على الدكه ما يرضاش ان هو يقعد دكه في اي فرقه تانية، هكذا حسين الشحات، هكذا قفشه، هكذا كل اللعيبه اللي قاعده على الدكه واللي بره القايمه كمان. فاحنا كل امل في كابتن عماد النحاس. لسه بدري، لسه مديلهم، احنا ما عندناش اي شك في كابتن عماد النحاس. شوفوا الفيديو دي على خير، رب يكون يومكم سعيد. كان معاكم شادي اشرف قناه كوره شوال، والله